السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله هقول لكم بقى نشوي السمك البلطي بتاعنا ازاي، وهنعمل معاكم تتبيلة او تحديقة جميلة جدا للسمك المشوي. طبعا وهقول لك برضو الطريقة اللي تقدري تخلي القشرة بتاعتك تتشال بسرعة من السمك. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا اول حاجة ما تنسوش تعملوا لي لايك، وطبعا نشاهد شوية في الفيديو. ربنا يبارك فيكم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده السمك بتاعي البلطي، طبعا انا جبته غسلته كويس. وانا طبعا ايه يعني هو متوسط، مش كبير قوي ولا صغير خالص. فطبعا انا مش عايزة افتحه يعني اطلع القلب بتاعه. انا غسلت كويس وغسلت الخياشيم بتاعته، وسبته كده في المصفى يتصفى، ورشيت عليه ملح وسبته شوية. بعد كده اول حاجة هروح بقى على البوتاجاز بتاعي، هشيل الطربوش اللي بيبقى على عين البوتاجاز، وهبتدي كده اولع البوتاجاز بتاعي. وعندي الصاجة اللي بشوي عليها السمك. الصاجة ديت انا عاملاها يعني، جايباها من عند الحداد، خليته قصها لي كده. بشوي عليها السمك، بتوفر معايا وجميلة جدا. طبعا انا كل ما اجي اشوي عليها بغسلها. انا غسلتها ومولعة البوتاجاز بتاعي. بجد الطريقة ان انت تشيلي الطربوش او الغطا بتاع البوتاجاز، بتاعت عين البوتاجاز، بتبقى جميلة قوي. ليه؟ بتحملك الصاجة بتاعتك جامد قوي، بتبقى النار منها للصاجة. انا كده سايبة الصاجة بتاعتي تسخن خالص. وهنبتدي بقى. طبعا معايا الردة بتاعتي. الردة بتجيبيها من عند العطار. حاولي يعني طبعا كيلو السمك الشوي دلوقتي بقى بكام؟ عشان تشوي السمك، جايبة 2 كيلو جايبة 3 كيلو، هياخدوا منك قد ايه؟ فطبعا انا بحب اشويه في البيت صراحة. زي ما انتم شايفين كده همسك السمك بتاعي هبدره بالردة بتاعتي. زي ما قلت لكم الردة من عند العطار بتجيبيها وتبدري بيها السمك بتاعك. والبوتاجاز بتاعك يكون النار بتاعته عالية جدا. وما تحطيش السمك بتاعك لما الصاجة تكون سخنت معاكي. السمك بتاعك تغسليه وترشي عليه ملح وتسيبيه شوية. السمك بيشرب من الملح، بيبقى سهل عليكي لما تيجي تحدقيه. هبدر كل السمك بتاعي كده بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. انا بحب ابدر السمك كله كده واركنه واكون مولعه بقى الصاجه. اهم حاجه الصاجه تكون سخنه عشان تسعف معاكي وتسوي معاكي السمك ما ينشفش منك. لما تيجي بقى تشوي السمك هقولك تعملي ايه في الصاجه. انا الصاجه هنا خلاص سخنت مني جامد، بس قبل ما ببدا برش عليها رشه رده. اول ما ارش عليها رشه رده الاقي الرده اتحرقت معايا، اعرف كده ان هي جاهزه ان انا اشوي عليها السمك. ما تحطيش السمك بتاعك والصاجه بارده. طبعا انا كده لقيت الصاجة بتاعتي سخنة جدا. طبعا مسكت السمك بتاعي رصيته بالشكل ده. بس برضو هي اول حطة في السمك على الصاجة بتبقى ايه برضو يعني هادية شوية، ما تبقاش النار بقى ايه اشتغلت جامد معاكي والصاجة بتاعتك سخنت. زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله السمك كان صابح وكان جميل جدا. تبص تلاقي بقى ايه الزواحف بتاعته كده بتتحرك، تحس ان هو حي. طبعا زي ما انتم شايفين كده الشفاط بتاعنا شغال. يعني احنا مش هناخد 10 دقايق ربع ساعة بالكتير والسمك بتاعك بيكون مشوي. ما تقولش بقى دخان وبتاع، لا. هنولع الشفاط. وبعد كده تفتحي البلكونة شوية تهوي الدنيا. فما تخافيش من ريحة الزفارة او من ريحة الدخان. يعني حاولي تعمليه بدري. انا بعمل السمك بتاعي اول ما بجيبه واركنه، وبعد كده اعمل له التحديقه بحيث ان الشقه ميبقاش فيها ريحه زفاره عبال الاولاد ما يجوا عبال جوزي ما يجي. فعشان خاطر هو لو مش بيحب ريحه السمك الشوي. فطبعا بتشوي السمك وبعد كده بيكون اول حاجه بتعمليها وتركنيه. ما تخافيش يعني مش لازم ان انت تشويه وتحدقيه على طول. انا شويت كده السمك بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا قلت لكم اول حطه بتحطيها على الصاجه ما تبقاش سخنه معاكي جامد. فانا تاني مره هوريكم انا هحط اول حطه، وتاني حطه هوريكم برضو عشان تعرفوا ان الصاجه بتاعتك لما بتسخن فعلا بتشتغل وبتطلع لك السمك بتاعك مشوي كويس. طبعا انا هنا كده حطيت. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني اخدت مني كميه كتير ازاي.
انا الصاجة ديت رحت الحداد بتاع الحديد دوت اللي بيعمل بيبان الحديد، وقلت له انا عايزه صاجه مقاس كذا، على حسب بقى انت عايزه المقاس، وبتجهزيها وبتخليها بقى عندك رز مثلا عايزه تولعي عليه وتوطي النار وتحطيه هو كده زي شياطه حلوه برضو، بس انا عاملاها للسمك الشوي بس. بصي هنا السمك بتاعي بسم الله ما شاء الله عمل ازاي، ما شلتوش من على الصاجه الا لما اتشوى كويس معايا، بص وش وظهر. بس اهم حاجة نارك تكون عالية عشان ما تنشفيش السمك بتاعك. انا عشان ظابطة النار بتاعتي وعارفة السمك هياخد مني نار ازاي، عشان كده انا يعني ايه عارفة اتحكم فيه. بصوا السمك ما شاء الله طالع كله ما فيهوش اي حاجة ولا اي حتة بيضة، ماشي بكل الخطوات اللي بقولك عليها، بجد بجد هيطلع منك سمك طعمه عسل. وطبعا حاجة انتي عاملاها ببيتك وغاسلة سمكك بايدك، وضمنه طبعا ان هو اتحط عليه ملح ايه والتحديقه بتاعته ايه، انضف من بره بكتير. طبعا هو رزق وربنا يوسع الجميع، بس احنا بنقول نحاول نوفر وندبر في بيتنا شويه. زي ما انتوا شايفين كده، دي تاني مره انا حطيت فيها التاني حطه احطها للسمك بنفس الطريقه كده. بصوا انا بقى بحط كده في الاماكن اللي هي الحاميه قوي، ولما تتشوى اجيبه على الحرف ينشف كل المية اللي فيه، واجي واخده اللي على الحرف احطه في النص عشان خاطر كله يتشوى معايا. بصوا بنفس الطريقة كده انا بحط في النص تحت النار بتاعتي، واول ما هيتشوى معايا هنقله بقى على الحرف كده، ياخد ويدي على الحرف كده على حرف الصاجة، واخد اللي على حرف الصاجة احطه في الصاجة من النص، وابتدي بقى كده اسيبه لحد ما يتشوى خالص معايا، وابدا بقى ايه اقلبه معاكم. زي ما انتوا شايفين كده السمك بتاعي هنا انا هخلص بقى كل الكميه، انا حطيت اللي هي الحطه التانية ودي الحطه الاولى، هخلص كل الكميه وتعالى اقول لكم هنعمله التحديقه بتاعتنا ازاي. هنا بقى انا حبيت اوريكم وانا قبل ما اشيله. بصوا ما شاء الله تاني مره بيبقى سهل عليكي في الشوي، مش بيبقى صعب. بصي انا باخد بقى اللي على الحرف بحطه جوه كده يتشوى بقى كده وياخد ايه، يستوى كده ايه براحته، وباخد اللي في الشواية من جوه في الصاجة من جوه بحطها على الحرف، برضو لو فيها اي سوائل او اي سوائل يعني بتبقى في السمكة الصاجة بتمتصها وبتنشفها. هنبتدي بقى كده خلاص كده انا كده هخلص كل بقى الكمية بتاعتي، وهبتدي اعمل التحديقة الخطيرة بقى بجد. التحديقة دي هقول لكم تعملوها ازاي وبيبقى طعمها زي العسل. هنا هنقلب بقى كده اخلص كل كمية بتاعتي، ما تقلقيش من اي دخان، طول ما الشفاط شغال خلاص هيسحب الدخان على بره. وافتحي ساعة ما تشوي افتحي البلكونات بتاعتك. هنا كده بقى بصوا انا بعمل ايه، انا عايزه اوريكم بس الطريقه اللي انا بعمل لكم بيها. انا باخد كده السمكه اللي فيها حته بيضه بحطها في المكان الحامي بحيث ان هي تتشوى، وفي نفس الوقت ايه بطلعها احطها على حرف الصاج ان هي ايه تنشف معايا. خلاص كده خلصت كل السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين. بصوا الشوي بقى حاجه كده تحفه وحاجه نظيفه، غسلت سمكك بايديكي وطبعا شويتيه في بيتك برضو بايديكي. معايا هنا شفشق الخلاط، معايا التوم بتاعي ده انا طبعا مفرزاه في الفريزر، كنت فرماه في الكبه فلفل اخضر فطلعت من الفريزر كده، هتطلعي على قد الكميه اللي انت عايزاها برضو. معايا فلفل بارد على حراق في شفشق الخلاط كله هحطه. الليمون بتاعي برضو همسكه كده اقطع بقى الليمون كده على 4، وطبعا احط شوية مية، طبعا احط ملح واحط كمون، دولت اساسيين طبعا لتحديقة السمك. انا بحب ازود بس شوية الكمون بتوعي للتحديق. وطبعا حطيت الملح، اظبطي الملح بتاعك. طبعا احط هنا شوية مية مش هكتر، ممكن تحطي بصلاية، البصلاية بتديها طعم جميل، وطماطمية صغيرة. بجد والله اعملي بس بالطريقة ديت، بس انا استكفيت ان انا اعمل دول بس. وهنا بقى بصوا انا خلاص ضربت بقى الخلطة بتاعتي في الخلاط. بصوا ما شاء الله التتبيلة الجميلة دي. وهبتدي بقى ايه مش هغرق بقى السمك بتاعي، انا هحطه كده يشرب بقى من التتبيلة كده، وهبتدي ايه يعني افضي التحديقة دي في طبق وارجع اكبها تاني على وش
على وش السمك وفي كيسة، وهمسك السمك بتاعي اطلعه احطه في كيسة واغطيه. انا نسيت اجيب لكم الطريقة. اطلعه واغطيه، وبعد ما اغطيه بعدها بشوية بتيجي ماسكه السمكة مقشراها، بتطلع معاكي القشرة على طول، زي اللي بره بيحطولك في كيسة، والكيسة طبعا بتعرقه، العرق ده بيشيل القشرة اللي على الوش على طول.